الكاتب ما كانش عنده أي مشكلة إنه يقتل رضيعة وياكل لحم بني آدمين ويقطع في خد ناس وياكلها. يقطع في خد ناس وياكلها. إيه القرف ده؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج سلفني كتاب. النهارده هنراجع روايه الجزار للكاتب حسن الجندي، وده حسب طلب الاستاذه نور اسامه والاستاذه سما سيد. مبدئيا حابب انبه على حاجتين: واحد، الروايه قديمه فهي تعتبر من الكلاسيكيات، فهنحرق في الاحداث عادي وهنتكلم عن النهايه وتفاصيلها، فيا ريت لو لسه ما قريتش الروايه تقفل الفيديو وترجع له لما تقراها. اتنين، الروايه للي سنهم فوق ال 16 سنه نظرا للاحداث الجنسيه والعنف والدمويه اللي فيها، ومن هنا نقدر ندخل في ملخص القصه. الروايه بتتكلم عن ادم ومراته بتول وبنتهم. ادم شخص ناجح وطموح وبيحب مراته جدا. مراته عندها مرض في القلب وما بتقدرش تعمل اي مجهود، وعشان كده كان من الصعب جدا انها تخلف، ولكن ده حصل بعد تعب وحرص كبير. وفي نفس الوقت بيكون حصل عمل ارهابي وهو وضع قنبله في فندق شهير، وبيتم الاشتباه في ادم نظرا لتشابه الاسماء بينه وبين المشتبه فيه، وبيتم الهجوم على بيت ادم من قبل رجال امن الدوله، وبيتم خطفه هو ومراته وترك بنته لتموت جوعا وعطشا وخوفا. بيتم تعذيب ادم ومراته، وبيتم ممارسه العاب رجال امن الدوله علشان يجبروا ادم يعترف، وبيتم اغتصابه امام زوجته، وبيتم اغتصاب زوجته امامه، وللاسف مراته بتموت نتيجه الاجهاد. وبعدها بيتم القاء ادم في القمامه ليعود ويجد بنته ميته، ومن هنا يبدا انتقامه من كل من كان له يد فيما حدث له ولزوجته ولابنته الرضيعه. ونروح للمناقشه. الروايه من فئه الرعب النفسي والاطار البوليسي. الروايه عبقريه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. انا خلصت روايه في 6 ساعات وانا في الشغل. بناء شخصيات الروايه ما كانش كويس قوي، بس كان يفي بالغرض. شخصيه ادم هي المفضله عندي طبعا، دوافع، ماضي، مستقبل مظلم، واحد له الحق في كل خطوه اخدها، وعندما تغيب عداله الدوله تاتي عداله الجزار. السرد والحوار كانوا في احسن احوالهم، واحسن حاجه طبعا هي تمسك الكاتب باللغه العربيه الفصحى في السرد والحوار. يمكن الموضوع كان مزعج شويه لما حسن الجندي حاول يهزر في السرد، لان الروايه مظلمه جدا وسوداويه الى ابعد الحدود، والكلام ده بيتطبق من اول الروايه مرورا باحداثها لحد نهايتها، فكان صعب تقبل الهزار. ماشي، خلينا نتكلم عن فكره الروايه اللي كلنا عارفين انها مكرره، ولكن هنا ياتي الابداع. الفكره مكرره، انما الروايه واحده من اكتر الروايات تشويقا، والتكرير عمره ما يجي مع التشويق، انما حصل. الروايه فيها مستوى عالي جدا من التشويق والاثاره وحبس الانفاس. الكاتب تعمق في خبايا النفس البشريه وخلانا نفكر في نفسنا بالطريقه اللي ادم كان بيفكر في الناس بيها، ودي حاجه صعبه جدا انك تطبق شخصيات روايه على شخصيات العالم الطبيعي. شكل الروايه العام كان واخد كتير من افلام رعب دمويه زي فيلم سو وفيلم فاينل ديستنيشن. غلاف الروايه كان تجاري جدا، وكنت هكون مبسوط لو كان له علاقه باحداث الروايه اكتر من كده. وهنا حابب افهم الناس انا ليه قلت ان تصميم الغلاف مش بيدخل في تقييمنا، لان مثلا مفيش حد بيقيم فيلم ممكن يقول انه فيلم وحش عشان غلافه مش عاجبه. دي حاجه دعائيه يا جماعه، مش بتدخل في التقييم نهائي. ولما بقول انها حلوه او وحشه فده رايي انا مش اكتر. كنت هكون مبسوط لو شفت الروايه فيلم، وزي ما قلت في مراجعه تراب الماس كنت اتمنى انها تتكتب كسيناريو للسينما مباشره. ومن هنا نروح للنهايه. من الحاجات اللي بتميز حسن الجندي هي نهاياته، اللي بيعرف يقفلها ويبقى متحكم فيها، مش هي اللي متحكمه فيه، عكس حد زي دكتور نبيل فاروق مثلا في روايه التميمه، زي ما قلت في مراجعه روايه التميمه. النهايه حلوه جدا يا جماعه، وخلتني اتغفل كذا مره. كل ما اقول الروايه خلصت الاقي ان لسه في التواءه كمان. الروايه بدايه من قرب النهايه لحد النهايه فيها 3 التواءات وكلهم حلوين، زائد ان استخدام عقار LSD حاجه جامده جدا يا جماعه. وعجبني برضو موضوع ان مفيش رساله. الكاتب مش عايز يقول لك اي حاجه ولا عايز يطلع مثالي، هو اخد حقه وخلاص. وطبعا عجبني جدا الظلاميه والاسلوب السوداوي اللي اتكتبت بيه الروايه. الكاتب ما كانش عنده اي مشكله انه يقتل رضيعه وياكل لحم بني ادمين ويقطع في خد ناس، وكل ده حلو. ومن هنا نروح للتقييم النهائي. الروايه كمجمل حلوه جدا، هتستمتع جدا وانت بتقراها وهتشدك قوي. في النص ممكن تزهق شويه من كتر ما انت عارف ان ادم هيفضل يذل فيهم لحد ما يموت، بس في النهايه بتنسى اي حاجه حصلت وبتسامح الكاتب على اي حاجه. وعشان كده انا تقييمي للروايه 8 من 10. وقعدت كتير بفكر بين ال7.5 وال8، ولكن حبي لحسن الجندي وتسليتي وقت ما كان مفيش شغل حسم الموقف. وبكده خلصت حلقه النهارده من برنامج سلفني كتاب. يا ريت لو عندكم اسم كتاب عايزيني اراجعه تسيبوا لي اسمه في الكومنتات، ويا ريت تعملوا للحلقه لايك وشير لو عجبتكم، ويا ريت تعملوا سبسكرايب للشانل بتاعتنا على اليوتيوب، ويا ريت تعملوا لايك للبيج بتاعتنا على الفيسبوك اللي موجوده في الديسكربشن تحت. وشكرا انكم استحملتوني.